مرحبا، أنا الدكتور أنيرود كولكرني، طبيب أعصاب تدخلي لمستشفى أبولو جايا نظر، واليوم أود أن أقدم لكم مقدمة مختصرة عن تمدد الأوعية الدموية. تمدد الأوعية الدموية هو في الأساس انتفاخ في الأوعية الدموية يمكن أن يحدث لأسباب متنوعة. في معظم الأحيان يتم العثور عليها في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد يكون لديهم عوامل خطر تصلب الشرايين الأخرى، وهي نفس عوامل الخطر التي لديك للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ما لم يتمزق تمدد الأوعية الدموية ويسبب نزيفا داخل الدماغ، فإن العديد من الأشخاص لا يدركون أنهم يحملون تمددا في الأوعية الدموية. عندما يمزق تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يكون مدمرا. إنها مرض سيء. 30% من الأشخاص الذين يعانون من تمزق تمدد الأوعية الدموية عادة لا يصلون إلى المستشفى. ينتهي بهم الأمر بالموت قبل أن يصلوا إلى المستشفى، ويموت 30% آخرون في المستشفى بسبب مضاعفات تتعلق بالنزيف الناتج عن تمدد الأوعية الدموية، وفقط حوالي 30% منهم ينجون. وحتى هؤلاء 30% يميلون إلى أن يكون لديهم عجز كبير عندما يخرجون من المستشفى. الآن بعيدا عن ذلك، فإن الوقت الوحيد الذي يظهر فيه تمدد الأوعية الدموية هو عندما يتمزق ويسبب نزيفا داخل الدماغ، وهذا ما يسمى بالنزيف تحت العنكبوتية. عندما يتم اكتشافه بالصدفة عندما يخضع المريض لفحص لأسباب أخرى. كثيرا ما يأتي الناس وهم يعانون من صداع، يخضعون لفحص بالرنين أو المقطعي ويدركون أن لديهم تمددا في الأوعية الدموية. قد لا يكون ذلك هو السبب في الصداع، ولكن أحيانا يمكن أن يكون. ليس كل تمدد للأوعية الدموية يحتاج إلى علاج. إذا كان التمدد الذي لديك صغيرا أقل من 2 ملم، فإن الخيار الأفضل في كثير من الأحيان هو الانتظار والمراقبة لمعرفة كيف يتطور. أحيانا ينمو وأحيانا قد لا ينمو، لذلك إذا لم ينمو قد لا تحتاج إلى القيام بالكثير. كيف يعرف المرضى أنهم يعانون من نزيف؟ عندما يحدث تمزق في التمدد أو عندما ينفجر، فإن النزيف داخل الدماغ سيسبب صداعا شديدا ومفاجئا يعرف بالصداع الرعد. هذا الصداع شديد لدرجة أنه ربما يكون أشد صداع قد مر به الشخص في حياته. غالبا ما يكون هذا مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء، النعاس، النوبات، أو كما يسمونها التشنجات. كثيرا ما يفقد المرضى الوعي. قد يصابون بضعف في جانب واحد من الجسم، قد يعانون من ألم في الرقبة. لذلك في حالات النزيف الشديد جدا قد يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ أيضا. قد يتوقف القلب عن النبض تماما بسبب النزيف. لذلك إذا حدثت أي من هذه الأعراض فجأة، يجب نقل المريض بسرعة إلى مستشفى يحتوي على جهاز تصوير مقطعي لمعرفة سبب الصداع. بمجرد أن نقوم بالتصوير ونعرف أن هناك نزيف تحت العنكبوتية، فإن 85% من هذه النزيفات تحت العنكبوتية تميل إلى احتواء تمدد شرياني غير مكتشف. أفضل تحقيق يجب القيام به في هذه المرحلة هو تصوير الأوعية المقطعي أو تصوير الأوعية التشخيصي. وبمجرد التأكد من وجود تمدد شرياني، يجب معالجته بشكل طارئ. يتم تقسيم علاج التمددات الشريانية إلى شيئين. أولاً، يجب عليك التعامل مع النزيف الذي حدث، كما يجب عليك التعامل مع مصدر النزيف. مصدر النزيف هو التمدد الشرياني. يجب إما قص التمدد الشرياني أو لفه. القص هو عندما تفتح الدماغ وتذهب إلى التمدد الشرياني وتقوم بحجبه بمشبك صغير من الخارج. اللف هو أنك لا تفتح الدماغ، بل تدخل داخل الوعاء الدموي وتملأ التمدد الشرياني بلفائف بلاتينية صغيرة تساعد في حجبه تماما. هناك الكثير من التطورات في العلاج الحديث للتمددات الشريانية، حيث توجد أجهزة يمكنها فعليا حجب تدفق الدم إلى التمدد الشرياني وتحويله إلى الأوعية الدموية الطبيعية. هذه تسمى محولات التدفق. ثم لديك الأجهزة داخل الكيس، وهي أجهزة تجلس داخل الكيس وتجعله ينغلق تماما. بمجرد معالجة مصدر النزيف، يجب عليك معالجة الدم نفسه. الدم بنفسه سيتم امتصاصه ببطء مرة أخرى في الدورة الدموية على مدى فترة 15 يوما 21 يوما، لكن خلال تلك الفترة التي يكون فيها الدم موجودا، هناك الكثير من المشاكل الأخرى التي يمكن أن تحدث. يمكن أن يتعرض الوعاء الدموي للتهيج ويدخل في حالة تشنج، مما قد يسبب سكتات دماغية جديدة. يمكن أن يكون هناك احتباس كبير للماء داخل الدماغ، مما قد يسبب استسقاء الرأس وصداع. لذلك يجب معالجة كل هذه الأمور. إنها مرض طويل الأمد، إنه مسار طويل بمجرد أن يكون لديك نزيف تحت العنكبوتية، وقد يتطلب ذلك البقاء في المستشفى لبضعة أسابيع إلى شهر. ولكن إذا تم العلاج بشكل صحيح،
يمكن التعامل مع معظم هذه الأمور بشكل جيد، ويمكن إنقاذ المريض ومن ثم منع حدوث نزيف إضافي.